بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بمشاهدين ومتابعين قناه الاحواز اينما كنتم في الاحواز المحتله وفي المهجر، دمتم سالمين ومنصورين باذن الله تعالى. مشاهدينا الاعزاء، كما شاهدتم في البدايه كان زميلي ورفيقي ابو شريف الاحوازي على قناه الاحوازيه، وتطرق الى اهم مواضيع التي جرت على الساحه الدوليه والاقليميه، وايضا انطلق على بالتفصيل على يوم الامراه العالميه، وايضا على المظاهرات التي اندلعت في بروكسل. مشاهدينا الاعزاء، في البدايه نقدم اخر الاخبار التي وصلت الينا من داخل، وهو استشهد الشاب سلمان بن عناد حزباوي في حي كوت عبد الله احد احياء الاحواز الملتهبه، وذلك بعد تلبيه ومشاركه في الدعوه التي كانت تحت عنوان جمعه الحريه للاسره لافراج عن الاحوازيين الخمسه المحكوم عليهم بالاعدام. الشهيد سلمان لديه 22 عاما، وكان من الشباب الاحواز الذين يريدون العزه والكرامه للوطن، وقدم نفسه من اجل ذلك. ارسلوا كوادر الجبهه الديمقراطيه الشعبيه الاحوازي من الاحواز المحتله صورا للشهيد سلمان الذي استشهد على اثر اطلاق نار من قبل القوات الامنيه الايرانيه تجاهه في جمعه الحريه للاسره. وباستشهاد الشهيد سلمان بن عناد يثبت الاحوازيين مره اخرى انهم على العهد باقون، وانهم مستمرين في العطاء والتضحيات حتى تحرير اخر نقطه من تراب الاحواز. ايضا مشاهدينا الاعزاء، استمرار حمله المداهمات المنازل والاعتقالات في مدينه الاحواز. افاد مراسل موقع المقاومه الوطنيه الاحوازيه احوازنا من احواز العاصمه ان اجهزه المخابرات الفارسيه قامت خلال الاسبوع المنصرم بحمله مداهمات واعتقالات واسعه عمت معظم احياء مدينه الاحواز العاصمه، ونقل من تم اعتقالهم خلال هذه الحمله الى اماكن مجهوله. وحصل موقع احوازنا على اسماء بعض المعتقلين في الحمله، وهم كالتالي: اكرم بدوي، مهدي زهيري، ناصر حزباوي، فاخر حلفي من اهالي حي كوت عبد الله، كاظم نواصري، اسعد نواصري، جمال نواصري، جلال بدوي، رحيم طرفي، ابراهيم زرقاني من حي كوت النواصر، خليل شعباني، ماهر الخسرجي، جلال عموري، ضياء شريفي، هذه مزرعه من حي الزرقان. يذكر ان اجهزه المخابرات الفارسيه بدات منذ فتره في شن حمله اعتقالات في المدن الاحوازيه لاشاع الرعب بين المواطنين خشيه من اجراء ترتيبات واستعدادات سريه للمظاهرات المتوقعه في شهر ابريل نيسان القادم. مشاهدينا الاعزاء، كما وضح زميلي ابو شريف، يوم الجمعه في 8 مارس كانت هناك مظاهرات واسعه في بروكسل لتغطيه الاعلام عن القضيه الاحوازيه. كما تعرفون مواضيع كثيره على الساحه الاحوازيه مطروحه في المجتمع الدولي والاقليمي. اليوم معنا رئيس المكتب السياسي لحركه النضال العربي لتحرير الاحواز. حياك الله اخوي ابو ناهض. حياتي اخي ابو حمزه، تحياتي لكم ولكادر قناه الاحوازيه، وايضا من خلالكم اوجه تحيه جلال والاكرام الى عوائل شهدائنا الابرار واسرانا الاحرار، والى كل ابناء شعبنا العربي الاحوازي، والى مقاومينا ومناضلينا الصامدون على ارض الرباط. وتحيه خاصه من ابنائهم في المهجر، من تنظيماتهم في المهجر الى الداخل الوطن المحتل. اخوي ابو ناهض، في يوم الجمعه 8 مارس كانت هناك مظاهرات واسعه في العاصمه البلجيكيه بروكسل امام البرلمان الاتحاد الاوروبي، وحضرتك كنت احد المشاركين هناك. ممكن تنقل للمشاهدين الاحوازيين في الداخل مجريات هذه المظاهره؟ نعم طبعا اخي الفاضل، انه مظاهره يوم 8 مارس صراحه كانت مظاهره نوعيه بمعنى الكلمه. وعندما نقول نوعيه هي من حيث الاعداد ومن حيث الحضور ومن حيث التنظيم ومن حيث التنسيق. فكان الحضور الاحوازي والعربي وحضور الشعوب غير الفارسيه ملفت للنظر الى ابعد الحدود. واسمح لي بدايه ان اتحدث حول التنظيم والتنسيق لهذه المظاهره، او بالاحرى الاسباب والعوامل التي ادت الى نجاح هذه المظاهره وبهذا الشكل وبهذا النوع وبهذا الزخم من الحضور. فشكلت لهذه المظاهره لجان عديده في معظم الدول الاوروبيه، وقامت هذه اللجان
التي شكلت من أبناء الأحواز قامت بالتنسيق الدقيق والمبرمج مع أشقائنا العرب مثل العراقيين السوريين والمصريين وغيرهم، وأيضا قامت بالتنسيق مع أبناء الشعوب غير فارسية على الصعيد التنظيمي، يعني على الارتباط بالتنظيمات وأيضا الارتباط بجاليات تلك الشعوب. الحمد لله استطاعت أنه هذه المجاميع التنسيقية أن تحشد حشد هائل لهذه المظاهرة. أيضا أنه في سبب ثاني هو كان داعم لنجاح هذه المظاهرة النوعية، وهو وجود العامل اللوجستي الذي يطبق ممكن لأول مرة في الساحة الخارجية من قبل أبناء الأحواز، حيث تمكنوا أبناء الأحواز أن يشكلوا لجنة لوجستية وفرت للمتواجدين والحابين في الحضور في المظاهرة في معظم الدول الأوروبية الباصات، على سبيل المثال النمسا، ألمانيا، هولندا، بلجيكا، الدنمارك، السويد وبلدان أخرى. فهذه اللجنة تمكنت أن توفر هذه الباصات لأبناء الأحواز ولأشقائنا العرب وجاليات الشعوب الغير فارسية، وسهلوا الوصول هؤلاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. فأيضا كانت لجنة التنظيم التي تشرف على إدارة المظاهرة قامت بعمل نوعي، حيث رتبت في هذه المظاهرة كيفية الوقوف، كيفية السير والاتجاه والإدارة بشكل عام. من أهم يعني ممكن الخصائص النوعية لهذه المظاهرة أنه لأول مرة أبناء الأحواز بهذا الزخم يتواجدون أمام البرلمان الأوروبي في ساحة شومن، ويذهبون سيرا شوارع مدينة بروكسل، وينتقلوا من ساحة إلى ساحة ثانية، ومعهم الأعلام الأحوازية واللافتات التي كتبت عليها رسائل مختلفة تعبر عن طموح الشعب العربي الأحوازي للخلاص من الاحتلال الفارسي، تعبر عن الإدانة والاستنكار الأحوازي والعربي والشعوب غير الفارسية لهذه الجريمة التي يريد أن يقوم فيها العدو الفارسي بتنفيذ حكم الإعدام على أبناء الأحواز. فهذه المسيرة صراحة كانت مسيرة نوعية بمعنى الكلمة. من الأمور الأخرى النوعية لهذه المظاهرة الناجحة هو الحضور الإعلامي المكثف بهذه الشكل وبهذا الوسع، حيث حضرت قنوات عربية وأجنبية كثيرة. على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا القناة العربية، القناة الإخبارية السعودية، وكالة الأناضول التركية التي لأول مرة تحضر مناسبة أحوازية وتغطيها. وأيضا هذه الوكالة استطاعت أن تنشر الخبر بشكل واسع. الدولة التركية مرة يحدث. أيضا التلفزيون البلجيكي والرسم البلجيكي وغطى هذه المظاهرة تغطية كاملة. قناة أحوازنا الكاميرا بشكل ومكثف غطت الحدث تغطية مباشرة بالصوت والصورة. أيضا يعني لقناة الشرقية، لقناة كان هنالك من يعد تقارير لهذه القنوات والقنوات الأخرى
يرسلها لتبات. أيضا كانت قناة بشكل مباشر عن اتصالات ولقاءات مع العديد من الحكوميين. فأيضا الصحف الأوروبية مثل بعض الصحف الإسلامية، الصحف الأوروبية وغيرهم، نقلت صحفيين غطوا هذا الحدث. فمن حيث الإعلام يعني كان العمل له انعكاسات جدا كبيرة. أيضا الحضور الملفت لنواب بحرينيين داخل هذه المظاهرة ولشخصيات عربية لها مكانتها على المستوى الرسمي الشعبي في الوطن العربي، مثلا حضور النائب سيد عبد الحكيم الشمري والدكتورة سمية عبد الرحمن، وهم أعضاء في مجلس النواب البحريني. أيضا حضور ممثل اتحاد شعوب الخليج العربي السيد فيصل فولاد، يعني كان حضوره مميز جدا. وايضا كان له كلمه معبره للتعبير البحريني الشعبي والرسمي للتضامن مع اشقائهم الاحوازيين. فصراحه من حيث الكم ومن حيث النوع ومن حيث الرسائل التي كانت مختلفة على كل الأصعدة كان العمل ناجح. أيضا لا ننسى الحضور اللافت لأشقائنا السوريين التي تواجدوا بكثافة في هذه المظاهرة رغم الجرح النازف السوري صراحة، ولكن كانوا يعبرون من خلال هتافات عن القضية الأحوازية والألم الأحوازي، وكانوا يضمون صوتهم إلى صوت أبناء الأحواز إن قضيتنا قضية واحدة وعدونا واحد بهذه الكلمات. أيضا كان الحضور المتميز لأشقائنا العراقيين وشخصياتهم البارزة مثل الشخصية السياسية الإعلامية بهجت الكردي التي أيضا الذي ايضا القى كلمه في هذه المظاهره، عبر تضامن ابناء الرافدين مع ابناء الاحواز ومطالبات ومسانده اشقاء الاحوازيين نحو تحقيق الهدف المنشود وهو تحرير الاحواز. لا ننسى ايضا انه ابناء الشعوب غير الفارسيه كان حضور لافت جدا، فحضرت الجاليه الكرديه على مستوى طبعا جاليه وعلى مستوى تنظيمات كان الحضور الكردي مميز جدا. وايضا كانت هنالك اكثر من كلمه في التنظيمات الكرديه بما فيهم تنظيم وتنظيم ايضا الحزب الديمقراطي الكردستاني. ايضا حقيقة ما قاموا به الشعوب الغير فارسية من وقفة مع الشعب العربي الأحوازي من تنظيمات اللي حضرتك ذكرتن والتنظيمات الأخرى الأذربيجانيين الإكراد. هذه المظاهرة بنوعها لأول مرة جرت على الساحة الغربية، وإن شاء الله ستكون بداية التحرير القضية الأحوازية. بما أن 8 من مارس أستاذ أخوي أبو ناهض يوم الامرأة العالمية، كيف كان دور الامرأة الأحوازية وحضرتك كنت مشارك هناك في هاي المظاهرات؟ كنت أكيد كان حضور المرأة الأحوازية حضور متميز جدا. فالمرأة الأحوازية يعني حضرت جنب المناضل والأخ الأحوازي الأحوازي وعبرت من خلال هتافاتها ومن خلال وقفتها الاحتجاجية مستمرة مع سياسات العدو الفارسي. وكانت ايضا للماجده الاحوازيه لقاءات مع عده قنوات دوليه عبرت من خلالها الموقف المرأة الاحوازيه الصارم ضد العدو المحتل. ايضا عبرت
معاناة المرأة الأحوازية في سجون الاحتلال. وأذكر بالتحديد لقاء كان مع السيدة معصومة الكعبي للقناة العربية، التي عبرت السيدة معصومة الكعبي معاناة المرأة الأحوازية داخل السجون الأحوازية، بما في أنه هي كانت محكومة من قبل العدو المحتل ب4 أو 5 سنوات سجن. أيضا كان دور لافت للمرأة الأحوازية من خلال التعبير بالكلمة الصادقة، حيث كانت للمرأة الأحوازية كلمة عبرت من خلالها السيدة حوراء أحمد عن دور المرأة الأحوازية في النضال وفي مواجهة المحتل. صراحة أن المرأة الأحوازية أثبتت جدارتها في ميدان المقاومة، وأيضا أثبتت جدارتها في الساحة الدولية. ولا أنسى أن أوجه تحية إجلال وإكرام إلى الأسيرة المناضلة المقاومة السيدة فهيمة البدوي، التي تقبع حاليا في سجون الاحتلال ظلما وجورا، لا لشيء فقط لمطالبتها بحقها وحق شعبها بالحرية والتحرر والعيش الكريم. نعم. نعم، حقيقة أخوي أبو ناهض، العمل اللي قاموا به أبناء الأحواز وأبناء الشعوب الغير فارسية جنبا إلى جنب، واتحادهم وكلمتهم الواحدة التي شاهدها العالم الغربي والإسلامي والعربي، هي نوعا بالبداية هي لانتصار القضية الشعوب الغير فارسية التي ترضخ تحت الاحتلال الحكومة الاحتلال الإيرانية. هي من النوع الأول لحد هذا اليوم، عن آلاف الناس حضروا هناك. كما حضرتك ذكرت كثير من الإعلام هناك حضر لأول مرة تغطية هذه الأحداث وهذه المظاهرة بهذه الضخم. حقيقة هذه أنا أعتبرها انتصار كبير للقضية الأحوازية على الساحة الدولية والإقليمية والعربية. مشاهدينا الأعزاء، خلونا ناخذ فاصل ومن ثم نكمل حوارنا مع ضيفنا الليلة. ناخذ فاصل ومن ثم نرجع لكم.
اهلا وسهلا مره ثانيه بمشاهدين ومتابعين قناه الاحوازيه واهلنا في الداخل. وهنا بالبدايه انا اشكر ضيفي اللي كان قبلي صلاح ابو شريف، وكنا نتحاور مع اخونا ابو ناهض حول ما قاموا به في يوم الجمعه 8 من مارس. اخوي ابو ناهض كما ذكرت حضرتك بما ان 8 من مارس يوم الامراه العالميه، وجهت كلمه للاخت فهيم البدوي، وهناك عندنا نساء الشهداء ونساء الاسره باكملهن موجودات في الداخل ويناضلن. ما هي الكلمه التي توجهها للنسوه الاحواز المناضلات؟ شكرا لك على هذا السؤال الوجيه. صراحه انه المراه الاحوازيه كانت منذ بدايه الاحتلال لها الدور الاهم والاكبر في النضال الوطني، وهذا بمعنى انه ليس فقط انه هي كانت جنب اخيها المناضل والمقاوم لا، بل هي من ربة هذا المقاوم، بل هي من أثرت هذا المقاوم والمناضل بأفكارها النيرة بالآداب والأخلاق العربية الإسلامية. ومن هنا أوجه تحية إجلال وإكرام لكل عوائل الأسرى وعوائل الشهداء، لكل مرأة أحوازية أينما تكون وأينما تتواجد، وأذكرها أنه المسؤولية التي تقع عليها هي مسؤولية صراحة كبيرة جدا، ولهذا وبسبب هذه المسؤولية العدو الفارسي، العدو المحتل، وجه سهامه نحو المرأة الأحوازية أكثر من الرجل الأحوازي. فبكل تأكيد لأن العدو هو دور جوهري، فحاول أن السياسات الإجرامية أن يهمش الأحوازية، يهمش هذا الدور الأحوازية. فالمرأة الأحوازية كانت وما تزال وستبقى جنبا إلى جنب الأخ والأب والرفيق والابن الأحوازي، مناضلة مقاتلة ومقاومة وربة بيت إن شاء الله. فكنا أمل أن نرى عن قريب دور المرأة الأحوازية ليس فقط محصور في الإطار الوطني الأحوازي، بل نرى أيضا يكون دور عربي على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. استاذ الفاضل، بما ان هاي العمل اللي قاموا به ابناء الاحواز وابناء الشعوب الغير فارسيه في المهجر وابناء الجاليات العربيه واشقائنا العرب في المهجر، ما هو تاثيره على الشارع الاحوازي في الداخل؟ كيف ترون تاثير هذا العمل على الداخل؟ بكل تاكيد اخوي انه الداخل وخارج صراحه هو مترابط، يعني في ترابط عضوي بين الساحتين، فكل ما تحرك الداخل حرك الخارج، وكل ما تحرك الخارج ايضا حرك الداخل. لذلك انه نحن نرى ان هذه المظاهره النوعيه امام البرلمان الاوروبي الذي يعتبر احدى المؤسسات مؤسسات القرار العالمي، القرار الدولي، فهذه بكل تاكيد ستنعكس على الحراك بالساحه الخارجيه لابناء الاحواز، يعني ياخذوا على عاتقهم المسؤوليه بشكل اكبر واوسع ويتحركوا وان يعيدوا هذه المناسبات بكل قوه وبكل جهد، وكما انه ايضا لهذا الحراك ولهذه المظاهره بالتحديد تاثير كبير جدا على الساحه الداخليه، واحنا ننتظر من ابناء وطننا من ابناء شعبنا انه ما يفصلنا عن 20 نيسان سوى شهر وبضعه ايام
لذلك على أبناء وطننا يستعدوا لهذه المناسبة الوطنية ليقوموا باحتجاجات ومظاهرات ومواجهات كبيرة، يثبتوا للعدو أنه الأرض التي احتلها في عام 1925 ستعاد للحاضنة العربية، ستعاد السيادة العربية الأحوازية لهذه الأرض مهما كلفت الثمن. وأنا أتمنى من أبناء شعبنا أن يعدوا لهذه المناسبة التنظيم الجيد، الأسلوب الجيد، الارتباطات المناسبة الأمنية والتنظيمية، حتى يشتتوا جهد العدو وتركيز العدو في كل المناطق. ما نتمنى أنه أبناء الأحواز لا يركزوا على نقطة في 20 نيسان، لا يركزون على نقطة معينة داخل مثلا مدينة الأحواز العاصمة أو مدينة الحميدية أو فلان مدينة أحوازية، بل يحاولون ينطلقوا من كل قرية يسكروا الطرق الرئيسية. هذا التكتيك جوهري جدا، إذا ما عملوا به بكل تأكيد يكون نجاح كبير للانتفاضة المقبلة النيسانية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ الفاضل، بما أننا نتقرب من ذكرى 88 للاحتلال الفارسي للأحواز، وهناك احتلال الفارسي للأحواز كان 20 من نيسان كما حضرتك ذكرت عام 1925 ميلادي، والأحوازيين سنويا يحتفلون بذكرى تاريخ الاحتلال 20 من نيسان، وأيضا يحتفلون بذكرى انتفاضة 15 نيسان. هناك فرق ما بين 15 نيسان و20 من نيسان. ما هو المتوقع هذه السنة من ذكرى احتلال الأحواز 20 من نيسان؟ هل تتوقعون هناك انتفاضة صارمة عارمة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد نحن نتوقع أنه أبناء شعبنا بإذن الله سيثورون في شهر نيسان، ما بين 15 إلى 20 نيسان سيثوروا ثورة إن شاء الله تزلزل أقدام المحتل تحت أرضنا. وبكل تأكيد نحن لما نتكلم عن الانتفاضة ونتكلم عن الثورة مباشرة نستكتب ثورة وانتفاضة 15 نيسان التي ما زالت القضية الأحوازية تحصد ثمار هذه الانتفاضة. فما يعني نتوقع أنه أبناء الأحواز سيعيدون تلك الانتفاضة، وبكل تأكيد ستنعكس هذه الانتفاضة إيجابا على كل مسار القضية الأحوازية، على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد الميداني الداخلي. كما أننا نحن أبناء الأحواز في المهجر بدأنا بإذن الله أن نكثف ارتباطاتنا مع أشقائنا الأحوازيين في كل أوروبا والمهر بشكل عام، لكي نقيم هذه المظاهرة الاحتجاجية. البرلمان الأوروبي أيضا بشكل بزخم أكثر من مظاهرة 15 مارس، وأنا كلية سيظهرون وبقوة، وأيضا معهم أبناء الشعوب غير الفارسية وأشقائهم العرب. وحسب معلوماتي أيضا أنه بدأت لجان يعني نوعا ما بدأ التفكير بتشكيل اللجان التنسيق واللجان اللوجستية واللجان التنظيم إن شاء الله منذ يعني اليوم وقدم. يعني أتوقع أنه في الداخل وفي الخارج سيكون يوم 20 نيسان يوم نوعي ومتميز، وتكون صفعة للعدو المحتل. وكما عودونا أبناء شعبنا بالداخل على ضرب المحتل في المواجع، كما عودتنا المقاومة الوطنية الأحوازية على ضرب العدو في المواجع، أيضا نتوقع أنه في 20 نيسان في شهر نيسان بشكل عام أن يكون للشعب العربي الأحوازي كلمته التي يقولها للمحتل إنك لن تبقى في أرضي أبدا. نعم إن شاء الله. هذا ما
يحصل عن قريب باذن الله ويطرد الاحتلال من اراضينا، من اخر شبه الاراضي الاحواز العربيه. استاذي ابو ناهض، بما حضرتك بالمهجر ورئيس المكتب السياسي لحركه النضال العربي لتحرير الاحواز، وتتابع النشاط الاحوازي من قريب في المهجر والداخل، ولديكم متابعه في هذا المجال، كيف ترون وسعه رقه العمل الاحوازي في الداخل والمهجر؟ وهل في هناك تطورات على الساحه الاحوازيه؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد، والدليل الواضح على تطور العمل الأحوازي هو المظاهرة التي أقاموها قبل يومين ثلاثة أمام البرلمان الأوروبي. فأبناء الأحواز صراحة، وأتكلم يعني على كل الساحة في المهجر، انه بدأوا يقومون بنشاط نوعي ونشاط مكثف على كل الصعد. مثلا الان مؤسسات حقوق الانسان اصبح الحضور الاحوازي شبه يعني في كل مناسبه، شبه مؤكد في اي مجلس التي يتطرق على الوضع الداخلي اللي ما تسمى اليوم بالدولة الإيرانية. فهذا يعني أنه أبناء الأحواز بدأوا يقتحمون كل الساحات، ساحات مجال حقوق الإنسان، الساحة الإعلامية. الحمد لله الآن بدأت القنوات بشكل يعني مكثف ترتبط بأبناء الأحواز، لا يفوتنا يوم إلا ما نرى أنه أبناء الأحواز يتحدثون عن قضيتهم، يتحدثون عن همومهم، يتحدثون عن معاناة شعبهم، يتحدثون عن السياسات الإجرامية التي ينفذها العدو المحتل على أبناء شعبنا، يتحدثون على سياسة الاستيطان التي بدأت تقضم الوطن العربي الأحوازي الكبير. فبكل تأكيد يعني أملنا ونتوقع، وهذا ما هو بالفعل موجود بالساحة الأحوازية الداخلية والخارجية، هو العمل الوسيع والمكثف بشكل مضني صراحة. ولا ننسى أنه في الداخل أيضا الآن أبناء شعبنا بدأوا ينظمون نشاطهم وتحركهم ونضالهم بشكل يعني جدا ملحوظ. فكانت خسائرنا قبل سنوات كحراك وطني في الداخل أكثر بكثير مما يحصل اليوم. اليوم بدأوا أبناء الأحواز ينظمون أنفسهم بشكل مجاميع، بشكل فروع معينة، ويلتفوا حول تنظيماتهم الوطنية الفاعلة بالداخل وفي الخارج، وهذا يعتبر عمل نوعي صراحة. وهذا ما نتوقعه من أبناء الأحواز، أنه يرفدون تنظيماتهم، يرفدون بالمجموعات المنظمة، بالكوادر المنظمة، لكي تصبح يد التنظيمات الأحوازية ضاربة، لكي تصبح مقاومتنا أقوى بكثير من ما هي عليه اليوم. وهي بحمد الله يعني مقاومة فاعلة، وبين فترة وفترة نسمع لها ضربات موجهة للعدو الفارسي المحتل. نعم، حقيقة ما ذكرته وما قاموا به أبناء الأحواز هو انتصار كبير على الساحة الأحوازية، هم في الداخل وهم في الخارج. وأبناء شعبنا حقيقة اعتقد وأهلنا في الداخل تابعوا هاي اليوم الجمعة على هذا اليوم، وشاهدوا نشاط إخوانهم وأبناء عمومتهم في المهجر، وتابعوا نشاط أشقائهم العرب من السوريين، من الفلسطينيين، من العراقيين، من البحرينيين ومن الخليجيين بأكملهم أجوا هناك، كانوا موجودين. كما ذكر ضيفي هناك مندوبين من برلمان البحريني كان موجود، وأيضا الشعوب، لا ننسى الشعوب الغير فارسية من الشباب، شعوب أذربيجان، تركمانستان، كردستان، كانوا يتواجدون هناك إلى جنب إخوانهم الأحوازيين. مشاهدينا الأعزاء، خلونا ناخذ فاصل ومن ثم نكمل حوارنا مع ضيفنا. ولا تنسون هاي الفواصل اللي نخليهم أو المسيرات اللي راح نعرضها عليكم لأهميتها، لأن ربما مثلا شعبنا تعرفون عليه التعتيم الإعلامي وما شاهد هذا الشيء، ولكن هنا احنا نبث هذه المظاهرات مرة ثانية لأهمية هذا العمل الذي قاموا به أبناء الأحواز. ناخذ فاصل ومن ثم نكمل حوارنا مع ضيفنا.
اهلا وسهلا مره ثانيه بمشاهدين ومتابعين قناه الاحوازيه اينما كنتم. مشاهدينا الاعزاء، كما شاهدتم هاي المظاهره يوم الجمعه كانت 8 من مارس في بروكسل عاصمه بلجيكا. وكنا نتكلم قبل هذا الفاصل مع ضيفي الاستاذ ابو ناهض رئيس المكتب السياسي لحركه النضال العربي لتحرير الاحواز. موجود اخوي؟ نعم معكم. حياك الله مرة ثانية. أستاذ الفاضل، حضرتك مراقب العمل الأحوازي ومراقب على العمل الشعوب الغير فارسية، وكانوا موجودين معكم في المظاهرات. وحقيقة قبل أسبوع كان هناك انتصار كبير على ساحة الشعوب الغير فارسية، والشعب الأذربيجاني أخذ انتصار ثاني، وهو على العام وقدام أنظار العالم، وكاميرات كانت موجودة تغطي مباراة أذربيجان تراكتور أذربيجان والفريق الجزيرة الإماراتي. وهذا العمل من نوعه هو هم يكون انتصار كبير على القضايا الشعوب الغير فارسية في جغرافية ما تسمى إيران. ما هي أهمية التقارب بين الشعوب الغير فارسية في جغرافية ما تسمى إيران، وكيف كان حضور النشطاء من هذه الشعوب في مظاهرة 8 من مارس؟ شكرا لك أخي أبو حمزة. طبعا بكل تأكيد ما دام العدو هو واحد والعدو مشترك، بكل تأكيد أي جهد من هذا النوع سيكون مثمر بإذن الله. والشعوب غير الفارسية صراحة بدت تعي هذه الحقيقة، وبدت منذ فترة غير قليلة بالتقارب مع بعضها. والآن نجد أنه في أي مناسبة تكون على سبيل المثال للأخوة الأذربيجانيين، فتشوف الحضور الأحوازي، الحضور الكردي، الحضور التركماني متواجد. كما أنه أي مناسبة أحوازية أو كردية أيضا القضية بالعكس يكون التواجد لشعوب غير الفارسية مكثف في تلك المناسبة. فمظاهرة يوم 8 مارس أيضا كانت كان لحضور هذه الشعوب يعني ميزة وصفة خاصة، حيث كانت الأعلام الأذربيجانية والأعلام الكردية ترفرف في الساحة، وكانت الهتافات يعني تتضامن بشكل غير طبيعي مع القضية الأحوازية مع إخوتهم العرب الأحوازيين. كما أنه أنا صراحة التقيت بقيادات للأحزاب الأذربيجانية وأيضا الكردية، أكدوا أنه هذه الجهود يجب أن تتضافر بشكل مكثف ضد العدو المشترك، ضد العدو الواحد. وكانوا يعبرون بكل إخلاص بأن الشعب الأذربيجاني الشعب الكردي بتنظيماتهم جاهزين ومستعدين لدعم القضية الأحوازية على كل الصعد الميدانية والسياسية والإعلامية وغير ذلك. كما يعني أعيد الحديث للنقطة اللي حضرتك أشرت عليها حول التواجد، حول الهتافات التي واللافتات التي عرضت في ملعب أذربيجان. صراحة أيضا أكدوا لي هذه النقطة بالذات، أنه قالوا نحن نستقبل فريق كرة القدم الأحوازي بالأهلا وسهلا، وفي هذه رسالة ودلالات خاصة لإيصالها للدولة الفارسية، أنه نحن وأبناء الأحواز العرب في صف واحد وفي خندق واحد ضد احتلالكم كدولة فارسية.
فأيضا أشاروا على أنه نستقبل أي فريق عربي يحضر أذربيجان بنفس الهتافات، هتافات أهلا وسهلا، بدلا من الهتافات التي كان بشكل أو بآخر البعض من الباسيج التي يتواجد في استاد أذربيجان أو استاد طهران ويهتف بهتافات ضد العرب أو تسيء للعرب بشكل عام. فاليوم الأخوة الأذربيجانيين أرغموا العدو أنه لا يستطيع أن يتكلم في أرض أذربيجان في استاد أذربيجان ولو بكلمة واحدة تمس الهوية العربية، تمس الوجود العربي، تمس الكيان العربي. وهذا يعتبر صراحة تطور على الصعيد التعامل والتعاون مع الشعوب غير الفارسية. وبكل تأكيد نحن نطمح للتطور، لتطور هذه هذه الخطط وهذه البرامج الوطنية إن شاء الله. أستاذ الفاضل، اسمح لي، حضرتك ذكرت قبل قليل عن العمل التنظيمي، وتعرف هناك مناظرين أحوازيين في الداخل يتواجدون، وردنا نكشف هذه الأهمية العمل التنظيمي وفرق ما بين العمل الفردي، لأن هناك أكو أفراد أحوازيين مناظرين أحوازيين يقومون بالعمل الفردي، وهذا هو أعتقد نوعا ما يخلط بين الأمور العمل التنظيمي والفردي. ما هي أهمية العمل التنظيمي حول العمل الفردي؟ بكل تأكيد أخي الفاضل أنه الله سبحانه وتعالى لما خلق الأكوان خلقها على أساس النظم، ولو يختل النظم في هذه الأكوان شعرة واحدة لاختلت كل الموازين وتدمرت كل الأكوان. إذا النظم والتنظيم هو أساس لكل شيء. أذكر أيضا حديث للإمام علي كرم الله وجهه أنه عندما قربت الشهادة أوصى أولاده الحسن والحسين عليهم السلام أنه أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. إذا النظم والتنظيم هو مطلوب على كل الصعد وكل المستويات، وصراحة أبناء الأحواز هم من المعنيين بهذا الموضوع، أنه العمل التنظيمي العمل المنظم هو اليوم مطلوب، لأن عدونا يمتلك من الأجهزة، يمتلك من الآليات، يمتلك من الإمكانيات التي ممكن يسيطر علينا في أي لحظة داخل الوطن. لذلك المطلوب من كل أبناء الأحواز أن يركزوا على هذه النقطة بالذات، هي نقطة التنظيم. التنظيم هو من يصحح مسار الارتباطات بين أعضاء المجموعة أو بين الداخل والخارج. التنظيم هو يصحح مسار العمل الميداني لكل المجاميع. التنظيم هو أساس لكل اللقاءات التي تتم في الداخل. طبعا حتى على صعيد العمل الفردي التي هو ما يقدر يعطي وينتج مثل العمل الجماعي بكل تأكيد، حتى على الصعيد العمل الفردي هو التنظيم أمر ضروري وأصبح واجب اليوم على الأحوازي. يعني واجب الإنسان الأحوازي أن يتحرك بشكل منظم وبشكل مدروس، كما أنه نحن ندعو أبناء الأحواز الاجتناب من العمل الفردي للعمل الجماعي، ولكن العمل الجماعي المدروس وليس العمل الجماعي العشوائي لا سامح الله، لأن العمل العشوائي هو من يسبب الكوارث والخسائر لكل مجاميعنا الميدانية. وأنا أذكر على سبيل المثال أنه ما استطاعت يعني كتائب محي الدين تقوم فيه وتضرب مواجع هذا العدو التي مدجج بآليات الكنترول، آليات الإحاطة بالعمل الأحوازي الميداني، هو وجود التنظيم المدروس إلى حد ما. فهذه الدراسة استطاعت أنه تتغلب على العدو وتضرب العدو بمراكز حساسة ونوعية، يعني عملية الإتلال السبع، عملية قلعة النار، هذه كلها عمليات نوعية لا يمكن لمجموعة عادية تقوم
بهذا العمل. لذلك نحن نوصي كل أبناء شعبنا أن يركزوا على العمل النوعي المنظم، يعني ويجتنبوا العمل لا سمح الله العشوائي والغير منظم، كما أوصي نفسي وأوصي كل رفاقي بالداخل، كل إخوتي وأخواتي في الداخل الأحوازي من الارتباطات. لأن معظم الخسائر الميدانية، الخسائر التي تتوجه لمجاميعنا بالداخل هي عبارة عن الارتباطات الخاطئة، الارتباطات التليفونية أو الارتباطات عبر النت. والكل يعرف أنه كل المراكز التي أوجدتها إدارة المواصلات الفارسية هي كلها مراقبة، هي كلها مرصودة. هنالك أجهزة ترصد يعني أبسط الأمور وأبسط الكتابات وأبسط الرسائل للخارج وما بين الخارج والداخل. لذلك هذا العمل بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى تدقيق، حتى يرتقي إن شاء الله عملنا المنظم، يرتقي من هذا المستوى إلى مستوى أعلى. وأوصي أيضا أنه المجاميع التي تتكون تحاول أن ترتبط بالتنظيمات التي لها فاعلية وإلها باع طويل في هذا المسار، وممكن تكسب من تجربتهم، ولكن بكل تأكيد هذا الارتباط إلى طريقته وإلى أسلوبه وإلى نوعيته أيضا. نعم حقيقة هذا العمل مطلوب من أبناء الأحواز في الداخل بأي التنظيم التي ينتمون إليها. حقيقة مثل ما تفضل أخوي أبو ناهض، عمل جدا مهم، كيفية الارتباط مع التنظيم التي ينتمون إليه، كيفية العمل، كيفية وصول الأخبار أو التقارير للخارج، هذا أهمية جدا. مشاهدينا الأعزاء، كما بالبداية وضحنا ودسينا الفيلم التي حقيقة يحزن المواطن الأحوازي من عنده، وهو اعتقال أحد أبناء الأحواز وهو الرفيق قاسم الفرطوسي يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب عدم امتلاك أوراق إقامة في مملكة السويد، والآن حياته مهددة بسبب نية السلطات السويدية تسفيره إلى إيران. وهذا ما مطلوب من كل النشطاء الأحوازيين في المهجر، يطالبون المؤسسات الدولية والمعنية في هذا المجال، وأيضا يطالبون مملكة السويد بعدم تسفير هذا المواطن الأحوازي. لأن تعرفون ما هي عقوبة المواطن الأحوازي في المهجر، وهي عقوبته حقيقة إذا ما تكون إعدام تكون أقل شيء 20 ولا 30 عاما في السجن وتحت التعذيب هناك. لأن هذا المناضل لما يخرج هناك في المهجر لديه نشاط، لديه ارتباطات مع المناضلين الأحوازيين في المهجر، وهذه سبب خطورة على حياة هذا الشخص. هنا إدارة قناة الأحوازية تطالب بالسلطات السويدية عدم ترحيل هذا المناضل والناشط الأحوازي قاسم فرطوسي لإيران، لأن في ذلك سيواجه السجن والتعذيب والإعدام، حيث هناك الكثير من الأحوازيين حقيقة الذين يواجهون الإجرام الإيراني يوميا في الداخل، وفيهم من ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، وفيهم من صدر عليه بالأحكام البعيدة، أحكام المؤبد 30 عاما، علي حلفي محكوم عليه 30 عاما، والأخوة الأحوازيين محكومين عليهم الأخوة السواري والحياد المؤبد، وكل المناضل الأحوازي لما يعتقل هناك أقل شيء ينحكم عليه 5 سنوات. وهذا ما مطلوب من كل أبناء الأحواز في المهجر، يطالبون السلطات السويدية، منظمات حقوق الإنسان تابعة للتنظيمات الأحوازية بإرسال برقيات إلى مراكز إدارة الهجرة السويدية، يطالبون بالإفراج عن هذا المواطن. مشاهدينا الأعزاء، كنا نتحاور مع ضيفنا أستاذنا أبو ناهض رئيس المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز. أستاذ الفاضل، كيف يجب أن يكون العمل على التقارب الناشط الأحوازي، وما هو دور المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حول هذا الموضوع، تقارب ما بين نشطاء الأحوازي؟ طبعا بكل تأكيد المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز حزم هي تعتبر نقلة نوعية صراحة على صعيد العمل الوحدوي، وهو نجاح فريد بالواقع حققت جهود تنظيمات ومجاميع ومستقلين من أبناء الأحواز، لهم عملهم ولهم تأثيرهم ولهم ثقلهم السياسي والميداني. فصراحة اليوم يعني منظمة
حزم هي لها مكانة وإلها دور كبير، وتنتمي لهذه المنظمة الكبيرة، تنظيمات وطنية إلها ثقلها وإلها تأثيرها في الساحة الوطنية، كما أن تنتظم توجد تحت مظلة هذه المنظمة مجاميع ومستقلين بشكل فرادى. فالمنظمة الوطنية تسعى وتبذل كل الجهد لكي تكون مظلة كل الأحوازيين، كما أنها بالفعل يعني منظمة لكل الأحوازيين، وباب هذه المنظمة مفتوح لكل التنظيمات، لكل المستقلين الذين إلى الآن لم ينضموا إلى هذه المنظمة. فهي جهد كفاحي، جهد وطني، ونقلة نوعية على صعيد العمل الوحدوي بالساحة الخارجية. وصراحة نحن نتأمل في الأشهر القادمة، السنوات القادمة، تكون هنالك مبادرات من قبل المنظمة الوطنية لاحتواء عدد أكثر وأكبر من التنظيمات والمستقلين. لأن تعرف أخي أبو حمزة أنه المنظمة الوطنية هي العامل الأساسي لبناء هاي المنظمة أن تصبح مظلة لكل الأحوازيين، وهذا طموح، وهذا صراحة ما ينشد اليوم كل أحوازي. لذلك يعني من واجب التنظيمات التي داخل حزم، من واجب رئاسة حزم أنه تفتح صدرها، تفتح كل الأبواب للأخوة الأحوازيين، تسمع وجهات نظرهم، تسمع اجتهاداتهم، تسمع أيضا آرائهم، وتضم هؤلاء تحت خيمتها. كما أنه نأمل وننتظر وندعي كل أشقائنا الأحوازيين على الصعيد التنظيمات وعلى صعيد أفراد ومستقلين للدخول بحزم ولتقوية هذه المنظمة حتى تصبح إن شاء الله كمنظمة تحرير فلسطين تقود القضية الأحوازية العادلة. فلا يمكن أن نواجه هذا العدو إذا ما نتوحد، لا يمكن أن ننتصر على هذا العدو إذا ما تكون كل التنظيمات الأحوازية داخل خيمة وطنية واحدة. فهذا ما نطمح إليه، وهذا ما نعمل إليه، وهذا ما نتمنى أنه كل أحوازي في أي مكان يحب هذا الوطن الغالي السليم أن يعمل على توحيد الصفوف الأحوازية. كما أنه اليوم صراحة الوحدة الوطنية هي أصبحت ضرورة من حيث التعامل مع المؤسسات الدولية، ضرورة مع التعامل مع الدول أيضا الأجنبية، ضرورة مع التعامل مع الدول العربية، مع المؤسسات العربية. فلا يمكن لتنظيم على انفراد مهما كانت قوة هذا التنظيم أن يستطيع أن يمثل القضية الوطنية الأحوازية. هذه الضرورة أيضا تجاريها من ناحية أخرى المطلب الشعبي، المطلب الملح التي صراحة يؤكد على لملمة الشمل الأحوازي، لملمة البيت الأحوازي. فأعتقد يعني وحسب علمي أنا كرئيس دائرة العلاقات العربية في منظمة حزم، على علمي أنه أبناء حزم كل كوادر حزم جاهزين ومستعدين للحوار، للنقاش، للاستماع لوجهات النظر كل الأحوازين على الصعيد التنظيمات وعلى صعيد الأفراد والمجاميع لكي نبني هذه الخيمة الوطنية. وبكل تأكيد ما في لأي تنظيم حق أكثر من التنظيم الآخر. لا يمكن يكون حق لداخل حزم لفرد على فرد آخر، بل هو المعيار العمل الوطني، هو المعيار الإخلاص في الجهد الوطني إن شاء الله. إن شاء الله حقيقة هذا ما مطلوب من أبناء الأحواز في المهجر،
مثل ما ذكر ضيفي للوحدة العمل أكثر أهمية على المستوى الدولي والإقليمي. وتعرفون حقيقة أبناء العرب أشقائنا العرب في المهجر لهم دور واسع بين التحالف القوى الحوازية والدولية والعربية. وحقيقة أخوي أبو ناهض حضرتك كنت في المظاهرات وشاهدت عن قريب ما هو كان دور الأخوة الأشقاء هناك معاكم في المظاهرات. ما هو تأثير التحالف بين القوى الوطنية العربية في العراق أو الأحواز أو سوريا أو فلسطين أو الدول الخليج العربي في مواجهة السياسات التوسعية الإيرانية؟ نعرف هناك إيران لديها تدخلات في البحرين، في الكويت، في المملكة العربية السعودية، في اليمن الشقيق، وأيضا لديها تدخلات في القضية الفلسطينية. ما هو تأثير هذا التحالف بين القوى الوطنية في الدول العربية والقضية الأحوازية؟ طبعا الحقيقة التي كنا نتكلم عنها طوال عقود، وهي أنه الحقيقة التي كنا نتكلم ونخاطب فيها أشقائنا العرب في دول الخليج وفي كل الوطن العربي بأنه الدولة الفارسية هي دولة توسعية، العقلية الفارسية هي عقلية عنصرية. صراحة هذه الحقيقة التي كانوا العرب يغضوا النظر عنها أو كانوا لم يروها، صراحة الآن أصبحوا هم يتحدثون فيها. فالأبناء ما يعانون أبناء البحرين ليس قليل عن ما يعانون أبناء العراق. أبناء العراق ما يعانون ليس بقليل مما تعانيه الساحة السورية وأبناء سوريا. فصراحة يعني وحسب علمي وارتباطي بالجهات العربية على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي كمنظمات كأحزاب، يعني الجميع يؤكد على تضافر الجهود ضد هذا العدو المحتل الذي أصبح يعبث بمقدرات دول المنطقة خاصة دول الخليج العربي. كما أنه اليد العابثة في الدولة السورية ليس بخفية الآن على أحد. صراحة أن الثورة السورية هي كشفت الوجه الحقيقي للدولة الفارسية. فالآن ما يجري من إجرام غير طبيعي، من إجرام غير مسبوق على الساحة السورية هو على يد الدولة الفارسية. أذكر عندما كنا نلتقي بأشقائنا العرب قبل سنوات ونتحدث عن التعذيب، أنواع التعذيب بالآلات الكهربائية، بالآلات الدريل المتنوعة، كان هذا مستقرب. الآن هم يتحدثون عن هذا الإجرام التي تقوم في الأيادي الفارسية في العراق وفي سوريا. إذا ما هو صراحة اليوم يعني تؤكد عليه كل الجاليات، كل المؤسسات، كل التنظيمات العربية، هو مواجهة العدو الفارسي الذي أصبح يتغلغل ليس فقط في المشرق العربي بل أصبح يتغلغل حتى في المغرب العربي. ولا ننسى أنه عندما الدولة المغربية أغلقت سفارة الاحتلال الفارسي في المغرب كانت بهذه الدواعي، يعني بدواعي قبل سنوات طبعا، بدواعي التدخلات غير المسبوقة لهذه الدولة، التجاوزات لا محدودة على سيادة الدول العربية. وصراحة أنه نحن كأحوازيين وممكن بحكم احتكاكنا بالدولة الفارسية بالفرس بشكل عام ممكن نستطيع أن نقول نحن نعرف الفرس والعقلية الفارسية أكثر من غيرنا من أشقائنا العرب. نحن الآن نخاطب أشقائنا العرب أنه الحديث لا يكفي عن أنه إيران تتجاوز وإيران تتعدى وإيران تتخطى خطوط الحمر. لا، يعني يجب اليوم أن نجي لساحة العمل، نجي على أرض الواقع ونطبق خطط عملية لمواجهة هذا العدو. وأعتقد أنه أبناء الأحواز لديهم القدرة الكافية، لديهم المشروع الرادع القادر أن يردع الدولة الفارسية وتجاوزاتها في الوطن العربي خاصة في منطقة الخليج العربي.
نعم حقيقة أهلنا في الداخل وأشقائنا العرب أكيد يسمعون هذا الصوت، لأن هناك متابعة أصبحت واضحة من أشقائنا العرب، من أخوة العرب، الدول الجوار يتابعون القضية الأحوازية. وكما ذكر ضيفي حقيقة أهمية القضية الأحوازية على الساحة العربية هي أصبحت واضحة، لأن عمل التي قامت به مملكة المغرب وإغلاق السفارة الإيرانية هذا ما مطلوب من أشقاء العرب الآخرين في الخليج العربي، وهم قاعد يمارسون التدخلات الإيرانية يوميا هناك في دولهم، في مملكة البحرين، في المملكة السعودية، في دولة الكويت الشقيق، وفي العراق الشقيق أيضا. هذا ما مطلوب من حكام الخليج وحكام تلك الدول بإغلاق السفارة الإيرانية، لأن هي رأس الفتنة في تلك الدولة هي السفارة الإيرانية المتواجدة هناك، لأن السفارة الإيرانية لديها عناصر من المخابرات الإيرانية تخطط هناك في تلك المملكات في الدول، وهذا ما مطلوب من تلك الدول إغلاق هذه السفارات. وكما وضح حقيقة ضيفي الأحوازيين منذ 88 عام من الاحتلال، وهم أحسن شخص اللي يعرف مدى فكر العنصر الفارسي تجاه القضية العربية والإقليمية، ومدى فكرة توسعها تجاه العرب، ومدى كرهها للعرب، ومدى حقد على العرب وعلى المنطقة وعلى الإسلام بأكملها. حقيقة المناضل الأحوازي لما ما يخرج من السجون، وأخوي أبو ناهض يعرف هذا الشيء وسامع بهذا الشيء، ومشاهدين المناضلين الأحوازيين لما يخرجون من السجون ويجون على الساحة الدولية والغربية وهناك لديهم حرية يتكلمون بحرية تامة، يكشفون مدى تعذيب العناصر المخابرات الإيرانية على المناضل الأحوازي. واليوم أشقاء العرب اليوم يلا بدأوا يصحون من هذا الشيء، وشاهدوا هذه التعذيبات على مواطنيهم في سوريا، في العراق، في البحرين، من قبل المخابرات الإيرانية. يا أشقاء أصحوا من هذا النوم. إيران ليس دولة إسلامية كما تعرفونها، إيران لديها حقد على العرب ولديها يعني أفكار توسع في دولكم، وهذا ما هو صوت الأحوازي منذ 88 سنة، وهو يقول يا أشقاء العرب اصحوا، إيران هي عدو لكم. أخوي أبو ناهض حقيقة حضرتك متابع الشارع الأحوازي، هناك لدينا أسرة في الداخل، لدينا مناضلين أحوازيين يعني مقبلين، يعني صدرت عليهم أحكام إعدام لا سمح الله، عن قريب سوف يتنفذ هذه الأحكام، ولديهم عوائل ولديهم أمهات. واليوم أول أمس كنا يوم 8 من مارس يوم الامرأة العالمية، هل لديكم كلمة للامرأة الأحوازية، أم السجين، أخت السجين، أم الشهيد، أخت الشهيد، نسوان الأسرة، هل لديكم كلمة تجاه الامرأة الأحوازية؟ بكل تأكيد أنه لعوائل الشهداء ولعوائل الأسرى فضل في أعناق ودين في أعناقنا جميعا، وبكل تأكيد نحن نؤكد ومن هذا المنبر الكريم أنه لأم الشهيد، لأم الأسير، لأخت الشهيد، لزوجة الشهيد، لزوجة الأسير، أننا معكم، يعني مع معاناتكم لحظة بلحظة، وبكل تأكيد يعني نواصل كل جهودنا الحثيثة في الداخل في الخارج للضغط على الدولة الفارسية لفضح سياساتها الإجرامية التي دائما ما تكون إما باغتيالات غير إنسانية لمناضلين بالشوارع وبطرق ملتوية، إما أن تكون من خلال المشانق التي تنصب لأبناء هذا الوطن المخفى، هذا الوطن الغالي والصامت بوجه الاحتلال. فبكل تأكيد نحن مع كل عوائل الأسرى، كل عوائل الشهداء بكل ما يعانون. وأحب أن أوجه أيضا رسالة للعدو المحتل، ونحذر نحن أبناء الأحواز في الداخل والخارج من مغبة ارتكابه لجريمة تنفيذ الإعدام بحق أبنائنا الخمسة اللي صدقت محاكم الجور والظلم الفارسي عليهم أحكام الإعدام. نحذرهم المقاومة الوطنية، تحذر العدو من مغبة ارتكابه لهذه الجريمة، وبكل تأكيد سيكون للمقاومة الوطنية، سيكون لأبناء الأحواز، لمناضلين الأحواز الرد المناسب في الوقت المناسب إذا ما ارتكب هذا العدو هذه الجريمة.
فنؤكد لأبناء شعبنا جميعا أنه أبنائكم في المهجر كما أبنائكم في الداخل يعملون ليل نهار وبعمل وبجهد متواصل لتحقيق أهدافنا الوطنية المنشودة إن شاء الله، والتي تتعنون بالتحرير الناجز بإذن الله. أستاذ الفاضل، حقيقة إحنا طولنا الحوار اليوم معك، ولكن حوارنا كان ساخن، وحقيقة ما نقدر عليه نوصل للصوت الداخلي هو ما يجري في المهجر. في كلمة أخيرة للشارع الأحوازي في الداخل، لأن حضرتك تعرف الشارع الأحوازي بعيد عن ما يجري في المهجر، وهناك تعتيم إعلامي على القضية الأحوازية في المهجر على الداخل، إنترنت مقطوع، هناك الارتباطات مراقبة. أكبر المناضلين الأحوازيين يتابعون القضية الأحوازية من الإعلام، من قناة وصال، من قناة صفا، من قناة أحوازنا الأحوازية التي بإمكاناتها البسيطة ساعتين في الأسبوع هي توصل صوت الأحوازي في المهجر للداخل، وأيضا تعكس المعاناة الأحوازيين بالداخل للمهجر. في كلمة أخيرة للشارع الأحوازي، كيف ممكن تنقل التطورات الحاصلة في العمل الأحوازي؟ طبعا بكل تأكيد أنه كل أبناء الأحواز على الصعيد التنظيمي، يعني التنظيمات، وعلى الصعيد الفردي العمل الفردي، هم يعني متواجدين في الخارج ويقومون صراحة بهذه المهمة بشكل يعني مرضي جدا، ونأمل إن شاء الله أن يتطور هذا العمل، وهذا يعني ما فعلا نعمل عليه، أنه يصبح اليوم الصوت الأحوازي صوت القضية العربية الأحوازية العادلة كصوت القضية العربية الفلسطينية العادلة. فهذا ما نعمل عليه نحن في الخارج، وأيضا يعني ما نتأمل من أبناء شعبنا بالداخل أنه يبدو أيضا بالجهد المتواصل لتنظيم صفوفهم، لتنظيم مجاميعهم، لتنظيم حتى عوائلهم لمواجهة هذا العدو. يعني نحن بدأنا يعني معركتنا مع العدو منذ زمن طويل، وهذه المعركة لن تنتهي حتى تحرير الأحواز، لن تنتهي حتى تحرير الأحواز بإذن الله. فنيسان 20 نيسان، شهر نيسان هو مقبل علينا، ما نتمناه أنه من كل أبناء شعبنا في الداخل وفي الخارج، ولكن خاصة في الداخل، أن ينظموا صفوفهم، ينظموا مجاميعهم، يتحدوا العدو. نحن نقتل يوميا ولكن بأساليب مختلفة. المستشفيات مليئة من الأحوازيين بسبب سياسات الإجرام التي ينفذها هذا العدو بحق أبناء شعبنا. إذن يعني لا نخشى مواجهة العدو. كما أثبت أن أبناء الأحواز لم يخشوا هذا العدو، لم يخشوا آلة قمعه. لذلك نتمنى أنه يكون في شهر نيسان، يعني في يوم 20، في يوم 19 نيسان، يعني تكون انتفاضة باسلة داخل الأرض المحتلة، أنه تألم مواجع العدو، وتحقق إن شاء الله للقضية الأحوازية أهداف وطنية، وأنه العدو ضعيف بكل تأكيد أمام إرادة شعبنا. العدو ضعيف، يعني لا، لأن دائما الباطل بشكل عام ضعيف هو، ولو يحاول أنه يتجبر، ولو يحاول أنه يظهر بمظهر القوة، ولكن هي نفسها مظهر القوة عبارة عن ضعف، لأن لو ما كان خايف ما يظهر بمظهر القوة. إذا نحن الأقوياء وهم الضعفاء، ما دام احنا على طريق الحق. فطريق الحق الإنسان المؤمن لا يخشى، فإما النصر إما الشهادة. هذا ما نتمناه، أنه يكون شهر نيسان شهر نوعي يقوم فيه شعبنا بانتفاضة صارمة إن شاء الله، يهز أركان العدو المحتل داخل الوطن السليب والغالي. إن شاء الله هذا ما نتمناه من أبناء الشعب العربي الأحوازي. يعني حقيقة كما ذكر ضيفي، شهر نيسان هو شهر مهم جدا للأخوة القضية الأحوازية،
وللمناضلين الأحوازيين في الداخل. حقيقة ذكرى احتلال الأحواز في هذا الشهر التي ما بقى إلا قليلا عنه، وإن شاء الله سوف يتواجه العدو الإيراني انتفاضة عارمة صارمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الأعزاء، هنا وصلنا إلى ختام لقائنا مع ضيفنا العزيز. في نهاية اللقاء لا يسعني أن أشكر أخوي أبو ناهض رئيس المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وأيضا نشكر كل من ساهم وشارك في هذه المقابلة، وأشكر ضيفي الأول في البداية كان رفيق زميلي أبو شريف صلاح علي أبو شريف. مشاهدينا الأعزاء، كما وضح ضيفي في اللقاء، حقيقة أهمية القضية الأحوازية أصبحت واضحة على الساحة الدولية، والحضور المناضل الأحوازي في المهجر أصبح هي أكبر انتصار للقضية الأحوازية، لأن هناك سياسات التي تجري على المواطن الأحوازي. هو الشخص الأحوازي الذي يخرج على المهجر يقدر يعكس هذه السياسة التي تجري على المواطن الأحوازي، على الأسير الأحوازي، على السجين الأحوازي في الداخل. يذكر هذا الشيء ويبث هذا الإعلان للمجتمع الغربي، للمنظمات حقوق الإنسان، وأصبحت القضية الأحوازية واضحة بعيون العالم بأكمله. ما شاهدتم يوم الجمعة أخوانكم الأحوازيين خروجهم في بلجيكا بروكسل، هذا عمل من نوع انتصار كبير للقضية الأحوازية. أصبحت القضية الأحوازية في الإعلان الدول العربية والغربية، وأصبح المناضل الأحوازي ما منسي في الداخل، وعوائل الشهداء ما منسيين، والأسرى الأحوازيين المحكوم عليهم ما منسيين. هناك منظمات أحوازية، هناك رفاقكم الأحوازيين في المهجر يطالبون بالإفراج عن كافة الأسرى الأحوازيين، يطالبون تصبح القضية الأحوازية مطروحة على الساحة الدولية. هذا ما يقومون به أبنائكم الأحوازيين في المهجر ليلا ونهارا، ليس نائمين، ليس منتهين بأشغالهم، بل منتهين بقضيتهم ليلا ونهارا. يحضرون في الإعلان، يحضرون في المناسبات الدولية، في المظاهرات. هذا ما قاموا به أبنائكم يوم الجمعة، وحقيقة هي انتصار كبير على القضية الأحوازية. شاهدتم هناك كما ذكر ضيفي وذكر زميلي بالبداية رفيق أبو شريف، هناك كان حضور واسع من الإعلان. حضرت قناة الأخبارية السعودية، حضرت قناة أناضول التركية لأول مرة غطت هاي المظاهرات، حضرت قناة الأولى لبلجيكا في البداية، حضرت قناة العربية وأخذت تقارير وأخذت مقابلات من المواطنين الأحوازيين حضروا في المظاهرة. وهذا اللي يقدر عليه المواطن الأحوازي في المهجر، ويقوم به ليلا ونهارا لتعريف القضية الأحوازية للعالم. يقول بأن هناك مناضلين أحوازيين في السجون الاحتلال يواجهون أبشع التعذيبات النفسية والجسدية. هناك مناضلين أحوازيين بأي لحظة ممكن يتم عليهم تنفيذ حكم الإعدام. نطالب هنا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح هذه أبناء الأحواز الأبرياء. أيضا نطالب التدخل الدولي للإفراج عن المواطن قاسم فرطوسي، لأن بأي لحظة ممكن يتسفر إلى دولة إيران ويواجه هناك عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، لأن كان لديه نشاط مع التنظيمات الأحوازية، وكان حاضر في ذكرى تأسيس الجبهة في مملكة السويد، ولديه لقاء أيضا مع قناة الأحوازية. وهذه أهم إنسان حياته يعني موجهة للخطر، موجهة للإعدام. نطالب المملكة السويد بالإفراج عنه، نطالب مؤسسات الدولية للتدخل العاجل في إنقاذ روح هذا المواطن الأحوازي، وإنقاذ كل مواطن الأحوازي الموجود في الداخل في سجون الاحتلال الإيرانية، في المعتقلات المخابرات الإيرانية. نطالب مؤسسات حقوق الإنسان للتدخل العاجل لإنقاذ أرواح 5 أبرياء من الأحوازيين التي يواجهون عقوبة الإعدام بأي لحظة ممكن. نعم مشاهدينا الأعزاء، هذا نقدر عليه قاعد نقوم به في المهجر. نحن أبنائكم في المهجر ليس ساكتين، نفعل اللي نقدر عليه. أبناء الشعوب الغير فارسية يفعلون لطرد هذه المحتل. شاهدتم في التبريز ماذا قاموا به أبناء الأذربيجان في كلمة واحدة. 30,000 جمهور متفرج قال كلمته لا لإيران، أذربيجان دولة أذربيجانية محتلة. هذه أكبر انتصار للقضية الشعوب الغير فارسية. وأيضا أشقائكم الأذربيجانيين لما يدخلون هناك يعني في الملاعب الرياضية بروح رياضية يستقبلون الضيف عندهم، صاحوا بصوت عالي في الملعب آزادي الخليج العربي. هذا ما مطلوب من أشقائنا العرب في الإمارات. لما يدخل فريق أذربيجان 12 من مارس، بعد يومين هناك مباراة ما بين فريق تراكتور
وفريق الجزيرة الإماراتية. هذا ما مطلوب من الشعب الإماراتي، أن يستقبل الأذربيجانيين بروح الأخاء ويستقبلهم بالورد وهتافات تكون لا لإيران كلا للمحتل، اخرج من الجزر الإماراتية، الخليج العربي، أذربيجان أذربيجانية، الأحواز عربية، بلوچستان بلوچستانية، تركمانستان تركمانستانية. هذا ما مطلوب من أشقائنا الإماراتيين والجمهور الإماراتي يشجع الفريق التراكتور. هناك نعم مباراة رياضية، ولكن هذه المباراة بروح بروح الرياضي إن شاء الله تتم بأحسن الأحوال. وهذا ما مطلوب من الجمهور الإماراتي يشجع الفريق الرياضي ولا يدخل في يعني هناك أيضا موجود عناصر من المخابرات الإيرانية موجودين من الفرس موجودين على أرض الإمارات، لربما يدخلون في الملعب ويعطون شعارات سياسية. هذا ما مطلوب من أخواننا الإماراتيين، شعارهم يكون الخليج العربي، عاشت الأحواز حرة عربية، عاش أذربيجان. وهذا ما مطلوب أيضا من أشقائنا العرب على الصعيد السياسي، مثل ما ذكروا ضيوفي. وكما تعرفون القضية الأحوازية أصبحت قضية سياسية مهمة، وأصبح إيران لديها تدخلات واسعة. أبناء الشعوب الغير فارسية يعدمون يتعذبون على يد المخابرات الإيرانية، وأيضا أبناء الشعب السوري صار لهم سنتين يتعذبون تحت الأيادي الإيرانية هناك الموجودة. أبناء العراق هكذا، في البحرين هكذا، في لبنان هكذا، عناصر من إيران موجودة يتواجدون هناك لزرع الفتنة، للتدخلات ما بين الشعوب. هناك موجودين عناصر من المخابرات الإيرانية. أيضا هذا ما مطلوب منا أشقائنا العرب قطع هاي الأيادي الإيرانية الموجودة هناك، وهي قطع الإيد، تكون إغلاق السفارة الإيرانية في مملكتهم في دولهم. هذا أهم شيء اللي يقدرون يقومون به، كما قامت به مملكة المغرب وقطعت الأيادي الفتنة هناك. هي السفارة الإيرانية أغلقت هذه السفارة. هذا ما مطلوب من الأخوة العرب وكل الدول لديها تدخلات هناك. مشاهدينا الاعزاء، هنا وصلنا الى ختام برامجنا. لا يسعني ان اشكر كل ضيفي كان معي بالبدايه، زميلي ورفيقي صلاح علي ابو شريف الاحوازي قدم لكم بالبدايه البرنامج، وايضا اشكر ضيفي ابو ناهض الاحوازي وهو رئيس المكتب السياسي لحركه النضال العربي الاحوازي. مشاهدينا الاعزاء، انتظرونا في مقابلات اخرى وبرامج اخرى مع ضيوف احوازيين اخرى باذن الله تعالى. نراكم في حلقات